السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد عبد المقصود من قناتكم غاوي حمام فيجنز لافر. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو علاج مرض الروشة. مرض الروشة يعد من الأمراض الفيروسية ويعد من أخطر الفيروسات اللي ممكن تصيب فرد الحمام، ولكن في الفيديو ده إن شاء الله هعرفك إزاي تعالجه في أسرع وقت ممكن. في خلال يومين إن شاء الله هتلاقي الطير ابتدى يتحسن معاك ويرجع لحالته الطبيعية. طبعا يا جماعة في ناس كتير بتعالج غلط، وده السبب إن الطير بيزداد سوء طبعا بسبب قله الخبره. زي مثلا ممكن الناس تقول لك حصن، يعني انا بشوف فيديوهات كتير يقول لك حصن باراميكسو او نيوكاسل او ايا كان بقى التحصين اللي بيستخدمه. طبعا يا جماعه ده اكبر غلط، لان التحصين ده هو عباره عن فيروس ميت انا بحقنه في جسم الطائر عشان خاطر جهاز المناعه يتعرف عليه ويبدا يعالج الفيروس ده لو جاله من الخارج. فانا طبعا لما احقن فيروس ميت والطائر في جسمه فيروس نشط، فانا كده بساعد في عمليه وفاه الطائر. طبعا ده اكبر غلط، يعني مبدئيا كده لو الطير مش سليم 100% اوعى تحصن. اللي ما شافش فيديو التحصينات ممكن يرجع للفيديو هيستفاد منه كتير ان شاء الله. تاني حاجه، في ناس بتبدا تشيل ريش الرقبه، ريش الديل، يبدا يجيب قطر او موس يبدا يشرح في مكان الدم المتجلط في الرقبه، او يبدا يجيب ابره او دبوس يبدا يغزغز في الرقبه. كل ده بيضعف من جهاز المناعه وبياخد من غذاء الطائر. طبعا اكبر غلط انك تعمل اي حاجه من الحاجات دي. طيب انا لو جالي بقى مرض الروشه لا قدر الله، اول حاجه كده هعزل الطير المصاب، تمام. تاني حاجه هبدا اعرض الطير المصاب للشمس 4 ساعات من 6 ل 10 صباحا. تاني حاجه هعملها يا جماعه ان انا انضف الطائر كويس جدا، لان الفيروس دون بينزل مع الزبل او البراز بتاع الطائر. الناس اللي حصنت عارفه الكلام ده. مجرد انت ما بتحصن بتيجي تبص على زبل الطائر بتلاقي التحصين اللي انت حقنته في جسم الفرد بينزل مع البراز. فالصح ان انا انضف يوميا وان انا ابدا اطهر. طبعا في فيديو جاي ان شاء الله هنعمل لكم افضل عمل مطهر لقتل الحشرات وقتل الفيروسات باقل التكاليف. ثالث حاجه نستخدمها بقى يا جماعه فيروس توب. زي ما قلنا في البدايه كده ده مرض فيروسي، واحنا قلنا الامراض الفيروسيه بنعتمد فيها على جهاز المناعه، بس ده لكونه مرض شديد فهبدا اقدم مضاد فيروسات. افضل حاجه استخدمها مع المرض ده هو فيروس توب. بدي نص سنتي في الفم مباشر لمده 5 ايام. طبعا ومن تاني يوم هبدا الاحظ تحسن الفرد، ولكن ما اوقفش على الاقل من 5 ل 7 ايام. رابع حاجه هستخدمها مع الطائر هو اسبوسيد. ده بيعمل سيوله للدم. الفيروس ده بينتج عنه تجلطات دمويه بيؤدي الى التواء الرقبه وعدم اتزان الطائر. فانا هدي اسبوسيد بحيث لو في اي تجلطات او اي تجمعات دمويه في جسم الطائر تبدا تفك معايا، بدون بقى ما اجيب قطر وبدون ما اجيب موس او مشرط او الكلام ده كله وابدا اقطع في جسم الفرد، لان يعني في الاخر بيروح ولازم اعالجها صح. يعني خامس حاجه هنستخدمها معانا هي الاميولانت، طبعا رفع المناعه. هندي سنتي في الفم مباشر. لو انت اتبعت الخطوات دي بفضل الله في خلال يومين هتبص هتلاقي الطائر ابتدى يتحسن وترجع حالته طبيعيه. بس دول ما توقفش، المهم ان انا اكمل على الاقل 5 ايام 7 ايام لحد ما اتاكد ان الفيروس انتهى تماما من جسم الطائر. يبقى هندي بقى العلاج كده بقى بالترتيب. اول حاجه هعرض الطائر للشمس زي ما قلنا 4 ساعات يوميا الصبح. انضف الطائر كويس جدا مع استخدام اي مطهر انا بستخدمه. والفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لك فيديو لعمل مطهر قاتل الحشرات وقاتل الفيروسات باقل التكاليف. ثالث حاجه معايا هدي نص سنتي في الفم مباشر فيروس توب، ده بيطري يا جماعه. رابع حاجه بدي اسبوسيد حبايه في الفم مباشر. ده اسبرين اطفال بيجي من الصيدليه البشري، بيسهل في عمليه السيوله، بيعمل سيوله في الدم عشان خاطر لو في اي تجلطات او اي تجمعات دمويه تبدا تفك معايا. خامس حاجه هدي سنتي في الفم مباشر اميو لاند. هقسم الجرعات ازاي؟ ممكن الصبح في اول يوم ادي فيروس توب، واجي في نص اليوم ادي حبايه سبوسيت، واجي اخر اليوم ادي اميولاند. خلاص بالجرعات اللي احنا قلنا عليها. بالنسبه بقى يا جماعه للميه اللي بتتحط قدام الطائر يفضل ان انا اضيف فيها كيس محلول جفاف، ده بجنيه ونص او ب2 جنيه من اي صيدليه، بضيفه على كل لتر ميه. كيس بيتضاف على اللتر ميه عشان اتجنب بقى ان الفرد يملى الحصاله بتاعته ميه وابدا افضها له وابدا اديله علاجات تانية. الحاجه التانية برضو اللي يفضل ان انا اتابعها مع الفرد هي الكلفه. بقدم للفرد الكلفه. طبعا الطبيعي ان في بدايه المرض الفرد ما بياكلش، فانا ما اجيش بقى اديله فول او بسله او ذره صفراء والكلام ده كله، لان الفرد بنسبه 90% مش هيهضم. فهبدا اضطر ان انا ادي بقى مسهل للهضم. وبرضه انا عاوز اتجنب اي علاجات عشان خاطر انا عاوز ارفع من كفاءه جهاز المناعه. كتر العلاجات يا جماعه بتقلل من كفاءه جهاز المناعه. ممكن اجيب معلقتين فول واطحنهم في الكبه واضربهم ضربه كده واوقف واشيل القشر بتاعهم، وبعد كده اضيف عليهم 3 4 معالق غله واطحنهم كويس جدا لحد ما اوصلهم لمرحله عامله زي الدقيق كده. وبعدين اجيب معلقه اكل واضيف عليها 30 سم ميه واقلبها كويس وابدا اديها للطائر بسرنجه 50 سم. سرنجه بتيجي من عند البيطره او البشري مفيش مشاكل، هتلاقيها متوفره هنا او هنا.
وابدا اديله 30 سم مثلا، واجي اخر يوم ابص لقيته صرف ممكن اديله تاني. لقيته ما صرفش خلاص هوقف. هو في خلال يومين ان شاء الله زي ما قلنا يبدا يتحسن، يبدا يكلف معايا مفيش مشاكل. وطبعا انا هعوض الغذاء بتاعه بمحلول الجفاف اللي انا ضفته على الميه. يا رب اكون قدرت افكه. لو في اي استفسار عن اي حاجه سيب لي في كومنت وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. هنتكلم عن عمل افضل مطهر طارد للحشرات والفيروسات باقل تكلفه ممكنه، ويكاد يكون حاجات من البيت يعني ممكن نستخدمها. واشوفك الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.